والله العظيم محمد عبد الشافي كنت هقوم اتخانق معاه اقول له اطلب مني حاجه، انا مش مصدق، يعني مش مصدق. انا مش مصدق ان في حد بالاخلاق دي. يعني ماضي على بياض وهو متفق على رقم، ولا ماضي على بياض بيقول لك حط انت الرقم؟ عبد الشافي كان عبد بيعمل الشافي كده. انا جبته مرتين، قعدت معاه مرتين. مره لما جبته الزمالك المره الاولانيه لما رجع من السعوديه اللي هو سنه 2019 اللي هو الموسم اللي جبت فيه بن شرقي ونجم وكان قوي جدا وقتها. خلاص. لما جيت قعدت معاه بتفق معاه لوحده فلقيته بيقول لي انا ماليش طلب، يعني هو بجد ما فهمش القعده، يعني هو عايز يقول لي وانت قاعد معايا ليه؟ فاهم؟ فقلت له قعد بشرح له، انا بقول له طبعا انت السعوديه كنت باخد ارقام كبيره، بس طبعا الدوري المصري انت عارف، لكن انت وانت عملت تمهد بقى. بعد امهد فلقيته في النص كده بجد باصص لي بصه اللي هو انت بتشرح ايه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم ليه في الحاجات دي. فراح قال لي هو حضرتك ليه بتقول لي الحاجات دي؟ قلت له يعني عشان اشرح لك بس الارقام. فراح قال لي لا انا كفايه ان انتوا هترجعوني، وكفايه ان انا لما خلصت رحلتي بره ليا مكان عندكم، وان انتوا موفرين لي ان انا بكون موجود في الفرقه. انا الرقم اللي انتوا هتحطوه انا موافق عليه. اقسم بالله ده حصل. عشان بس في ناس تقول لك انا ضحيت وسبت، لا الراجل ده بجد على فكره معيش نمره تليفونه، يعني عبد الشافي ده انا معيش نمره تليفونه.